بص يا دولي، اسهل طريقه عشان تفصل فرد الكوارع ده بالسكينه، لو انت اول مره خليك تفصله بسهوله من اول مره، بس امشي على الخطوات اللي اقول لك عليها خطوه بخطوه. بص، هتيجي هتخلي البز الرجل ده لفوق زي كده، يعني هتحطه على وشه كده، وتيجي من هنا تنزل بالسكينه، تمسك اللحم ده وتشد منه لفوق، وتنزل بالسكينه على العظمه، تتاكد ان السكينه ماشيه على العظمه بالظبط، لحد ما تلاقي نفسك وصلت فين؟ لحد المفاصل بتاع الرجل. تمام؟ هتعدل الرجل اهي وتوقفها كده وتتك عليها كده. بص، هي واقفه اهي، تتك عليها كده، هتلاقي عصب نار اهو. هتقوم قاطع العصب اللي هنا، اللي من البدايه ومن النهايه اهو. تقطع من هنا والعصب اللي في النص اهو كده. اعتبر ان الكرع خلص بعد انت ما عملت الحركه دي اهو. هتشيله من الجلد. دي قصبة الرجل اهي. طلعت قصبة الرجل كده، بتيجي من النص وتقوم شايل ايه؟ الرجل دي. كده الكرع يعتبر خلاص. ده اسمه نصين، هذا نص. هتيجي من عند بز الرجل اهو، تنزل كده هتلاقي مفصل، هتقطع المفصل ده. في كمان مفصل عند الحافر، بتمسك باللحمه وبتقطع اهو، تخش كده ناحيه الحافر، هيقابلك المفصل التاني اهو. انت طبعا عامل عليه كده بسن الكازلك اهو. افصل بقى، هذا كده حته اهي، وده الحافر اهو، وده مفصل اهو، وده الصوابع اهي بتاع بز الرجل، وده مفصل تاني اهو، وده اللحمه كده. ده نص رجل اهي. تعالى بقى النص التاني، هتيجي من هنا كده اهو، تعمل كده، تلاقي مفصل هنا اهو. بص، هذا مفصل وده التاني، مفصل حافر. ده قطعة، وده الحتة دي. فاضل ايه بقى؟ الماسورة تكسرها عشان تطلع النخاع اللي جواها.